لا تعش وحدك، ولا تمشي وحدك، ولا تكن في أي أمر وحدك. ادع الله أن يؤنسك بمن يألفك وتألفه في خلقه، وأن يطيب روحك بيد حنونة فيها من رحمته، ويطبطب جرحك بلسان لين فيه من مودته، ويذهب قرحك ببلسم دافئ فيه من بركته، وألا يكتب عليك الوحدة ولا الوحشة، وأن ينفيهما عنك بأنس في نفس لا تشق عليك، وأن يهبك من يسقيك ولا يشقيك. لا تمثل، لا تكابر، لا تدعي أنك بخير بعيدا عن الناس، أنت بخير بعيدا عنهم، لكن يفوتك معظم الخير في أحدهم. لا تدعه تائها عنك، ولا تتركه ضائعا، بينما أنت قادر على هديه إليك بدعاء صادق. ادعوني أستجب لكم. الأنس هو الأصل في الموضوع، ولعلي أزعم أن معنى الإنسان لم يأتي من النسيان بقدر ما أتى من حاجة الإنس إلى الأنس.